سلام ومحبة لكل اللي بيشوفني وبيتابعني من أي مكان في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة جاي لكم فيديو جديد. النهاردة مش هنخرج من المطبخ. بص، هنعمل حاجات بسيطة بس في الغدا يعني. بس للأسف معانا حاجات كتير جدا، يعني مش هنطلع من المطبخ. فعشان كده أنا اخترت إن أنا أعمل مسقعة. فزي ما انتوا شفتوا كده، قطعت البطاطس وقطعت البتنجان. وما رضيتش اغسل البوتاجاز، قلت لا خلاص مش هغسل. لان كده كده يعني طبعا احنا عارفين ان الزيت كله هيتدلق وهيطرطش على البوتاجاز وعلى الحيطان وكده. فقلت هغسل المواعين ولما اخلص الاكل بالمر يبقى اعمل ايه البوتاجاز. حطيت الطاسه على النار، وانا بحط الطاسه على النار وعبال ما تسخن قمت ايه، رتبت اللي هو الكوبايات والاطباق وكده عشان خاطر ادخل على طول في الغسيل. بصوا احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني ما نضيعش ولا وقت. وفي نفس الوقت ان مطبخنا هيبقى نظيف، يعني هنحاول ان احنا نخليه نظيف ونحافظ عليه نظيف. طبعا هتشوفوا معايا ازاي. احنا لاني مش هنطلع من المطبخ. فعايزة اطلع من المطبخ يكون المطبخ نظيف جدا. يعني بس يا دوب ان انا اعمل البيت بره، اذاكر للاولاد، اودي ده الدرس كده، ده لما اخلص يعني. بس انا كنت كل شوية انا هشوفه. غسلت الحوض عشان خاطر ايه لما اجي اغسل المواعين يبقى الحوض نظيف، فاهمين؟ انا بقى كنت كل شويه مثلا واحده عايزه تذاكر بروح اذاكر واسيب الحاجه اللي في المطبخ. مثلا محمد عايز يروح الدرس بحضره، يعني بخليه يستحمى وياخد دش، وبعد كده بحضر له الهدوم. وهو بيلبس لوحده وبيستحمى لوحده، بس عارفين اللي هو لازم يلا يلا يلا. لازم يعني هو بيروح كمان الدروس لوحده. بس لازم ان انا اقعد اقول يلا يلا دي لازم. عارفين لو انا سبتهم الاقيهم مثلا قاعدين على التلفزيون، ولا اكن الواحد عنده اصلا درس ولا اي حاجه. احنا للاسف اللي بندور لهم على الحاجه دي، مش عارفه ده عيب فينا احنا ولا مش عارفه، يعني احنا اللي عودناهم على كده ولا ايه. بس واحده واحده بقى هيتعلموا ويعتمدوا على نفسهم ان شاء الله، يعني كمان احنا هنساعدهم في كده. هنا طبعا شفتوا المواعين خلصتها وكمان حطيت كل حاجة في مكانها. دلوقتي هغسل البطاطا. طبعا انتوا عارفين ازاي بنغسل البطاطا. انا بعملها بالفرشة دي عشان خاطر زي ما قلت لكم انا باكل البطاطا بالقشر عشان هو مفيد. فهو اساسا انتوا بتعمليه بده بيتقشر على فكرة، يعني هو ممكن يكون مش واضح قدامكم، لكن هو اصلا الفرشة دي بتخليه شوية القشر يتقشر. وطبعا عشان تطلعي الطين انا بديله شطفتين، يعني عشان خاطر اتاكد ان هو نضيف المره دي. بطلع منه الطين وفي نفس الوقت بتاكد ان الطين طبعا طلع، وشويه بيتقشر القشر معايا. وبعد كده بسيبه يتصفى شويه وبعدين بديله شطفه تانية. اهو شايفين انا كده خلصت، وكمان هحطه تاني في الحله دي او في المصفى دي عشان اصفيه كويس وكده. اهو شايفين بشطفه وبسيبه يتصفى شويه، وبعد كده بقوم ايه حاطاه فين، حاطاه عندي في الفرن. انا الفرن بتاعتي كهرباء. وبعد كده بحطه في الفرن اللي هي الكهرباء بتاعتي. عشان انا بستخدم الكهرباء ليه؟ لان هي عندي اقل يعني من البوتاجاز. انا قلت لكم قبل كده اقل من الغاز. لاني انا عامله اللي هو الممارسه دي، فالممارسه عندي احسن من الغاز طبعا بيبقى غالي، لاني دلوقتي الانبوبه بكام انتوا عارفين طبعا بكام. فبعمل كل حاجه فيها بصراحه يعني. ربنا كرمني بيها. ف يعني حتى الطرط والحاجات دي بعملها فيها، المخبوزات كل حاجه الحمد لله. بس مخبوزات اللي هو العيش وكده ده لا، في الفرن. انا اقصد المخبوزات اللي هي بسكوت او كده. لكن العيش وكده لا، عايز فرن عالية او نار. فبقول لا خلاص انا مش هجازف بيها يعني. فبعملها ايه، والبيتزا برضو فبعملها ايه، بعملها في البوتاجاز العادي. بس والله عايزه اتعود برضو ان انا اعملها في الفرن بصراحه، فرن الكهرباء. المهم هنا بقى ايه، جوزي جاب لي فرخه وجاب لي حمام. رحت قلت ايه انضفهم واشيلهم ايه نضاف عشان تاني يوم، يعني دول لتاني يوم، بس عشان يبقوا عندي نضاف وكده كده هم سايحين. فليه احطهم في التلاجة واطلعهم وبعد كده انضفهم بالمرة. فنضفتهم ونضفتهم من اي حاجة فيهم يعني وكده. وكمان حطيت عليهم ملح وخل. انا ليه بحط الخل؟ هو الخل بصوا
بيهري اللحمة انا عارفة، بس والله بيطلع اي زفارة بصراحة. فبحط يعني شوية صغيرين على المية، فاهمين؟ مش ان هي كتير، يعني ان هو يهري اللحمة وكده، او الفرخة نفسها تدوب منه، لانه طبعا الخل قوي جدا. بس هنا كده نضفت الفرخة اهو، ونضفت كمان الحمام. وخلصت، وبعد ما خلصت قمت ايه، شطفتهم اخر شطفة. وبعد كده هحط كل واحدة في كيس، يعني احط الحمام في كيس، واحط الفراخ في كيس، واحط اللي هو الكبد والقوانص برضو في كيس، لان انا بعملها يعني لوحدها كده طاجن، اللي هو الفريك. بحب الكبد والقوانص بالفريك. فحطيت كل واحد في كيس، كل حاجة في كيس زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم. وبرضو هنغسل المصفى، لان المصفى دي بصوا اتهلكت معانا النهارده. وهنا بقى كنت بغلي اللبن عشان خاطر ايه، اولادي لما يجوا من المدرسة يبقى يلاقوا كل حاجة جاهزة، يعني ادي الاكل جاهز، واللبن موجود عشان لو حد عايز يشرب لبن. والصلصة دي كنت عاملاها من امبارح وكنت مجهزاها. شايفين لما الواحد بيبقى عارف هو عايز ايه يعمل تاني يوم؟ يعني بصراحة الموضوع ده حلو جدا، يا ريتني اعمله كل يوم، بس للأسف مش كل يوم بقدر اعمله. بعد ما اتغديت وغسلت المواعين عشان تبقوا عارفين. كان عندي جوزي جاب لي جوافة، فقلت ايه عشان اخزنها يعني، عشان اعمل للعيال عصير وكده، لانهم مش بيفطروا لبن. اولادي الكبار يعني مش بيفطروا اصلا، ما بيحبوش يفطروا بصراحة. فقلت اعمل لهم عصير، يعني بحب اعمل لهم عصير عشان بيبقى خفيف عليهم، وفي نفس الوقت من بقين كده بيشبعوا، فاهمين؟ فراح جاب لي كمية وقال لي ايه خلاص خزني، يعني عشان تبقى الحاجة جاهزة معايا وما كسلش طبعا. واعمل لهم عصير، لانهم مش بيرضوا يفطروا. يعني انا اصلا امي ما تعرفش ان هما ما بيفطروش، بس هما والله لما بيفطروا بيرجعوا. يعني انا عندي انوجي لو فطرت ترجع، محمد لو فطر ما ياكلش السندوتشات، فاهمين؟ فما بيفطروش، فيعني خلاص بيصحوا من النوم يغسلوا وشهم ويتشطفوا كده، وبعد كده بيلبسوا ويمشوا على طول، ما فيش فطار عندي. بص بقى ازاي انا بخزن الجوافة. بعملها بطريقتين. الطريقة دي دي عشان خاطر الكمية بصراحة ما شاء الله كتير ما شاء الله، فايه ف يعني للإنجاز بنجز بس. وعملت شوية كمان ان انا قطعتهم. التقطيع طبعا اسهل واحسن واحلى وكل حاجة. التقطيع ده في ناس بتقطع اللي هو من فوق ومن تحت وفي الجناب، واللي في النص ده بترميه اللي هو فيه البذر. بصراحة انا ما بعملش كده، بالعكس انا بحب اصلا اللي فيه البذر ده. فبص بعمل ايه، انا بقطع اللي من فوق واللي من تحت وفي الجناب، وبحطه في كيس، واللي في النص ده بحطه في كيس لوحده. بحيث ايه، انا مثلا مكسله فانا مش عايزه اصفي، فبقوم جايبه اللي هو اللي مقطعاه اللي ما فيهوش بذر، وبحطه على طول في اللبن والميه والسكر وبخلطه وبديه للاطفال. لا طب انا عادي مش مكسله ومش ورايا حاجه، فبطلع اللي في النص وبعمله برضو عصير، بحطه لبن وميه وسكر وبصفيه. ده لما بكون رايقه يعني ومعيش ورايا حاجه وكده، فالتقطيع احسن يعني. بس بصوا ايه، لقيت دودة، عشان تخلوا بالكم على فكرة. يعني على قد ما هو طعمه مسكر وحلو، بس للأسف يعني الموضوع ده بقى خلاني ان انا كل شوية ببص في اي جوافاية واشوف اذا كان فيها دودة ولا لا. هو ما طلعش فيه دودة في اي واحدة تانية، بس والله مش عارفة برضو. عارفين حاسة كده ان انا ما خدتش بالي، مع اني والله بصيت في كل حاجة تانية في كل واحدة. فانتوا خلي بالكم كمان لما تيجوا تاكلوا، لما تيجوا قطعوها وشوفوا اذا كان فيها دودة ولا لا. يعني مش عارفة الدود ده جاي منين والله. أم، كده اهو بصوا ازاي بقطعها، وبشيل ده لوحده وده لوحده. والله كانت مسكرة وجميلة وحلوة، بس اول ما شفت الدودة دي يعني كده قلبي اتاخد كده، قلت يا ربي. حتى الجوافة لازم نقطعها ونشوفها اذا كانت فيها حاجة. كل حاجة مشكوك فيها، يعني حتى الفاكهة، يعني الحلويات، الاكل بره، يعني حتى هقول لكم انا مثلا دلوقتي هعمل معاكم برضو اللحمة. لاني انا جوزي جاب لحمه من بره، انا مرضتش اعملها بصراحه. لاني بصوا انا نفسي، انا هوريكم وشوفوا انتوا ازاي انا هعمل ايه. اللحمه انا بعملها وبغسل ايدي 100 مره، وشايفين النظافه اللي حواليا، انا على طول بغسل الحوض وغسلت وشوفوا ازاي انا هغسل اللحمه وكده. وشوفوا ايه اللي بيحصل يعني.
الله اعلم اذا كانوا كده بيعملوا بره، بيغسلوا اللحمه، بيغسلوا ايديهم، بيغسلوا اللي هو المكنه نفسها اللي هم بيعملوا فيها لحمه. فاهو كده خلصت الكميه ما شاء الله، شايفين اهو. دول اللي خزنتهم جامدين، ودول اللي خزنتهم وانا مقطعهم. هنا بقى اللانش بوكسات قلت اغسلها برضو عشان تنشف، عشان خلاص يعني احنا كنا الليل دلوقتي طبعا اتغدينا وخلصنا. فدلوقتي يعني ممكن يكون المغرب، ممكن يعني. واطفالي كانوا في الدروس. فانا قلت خلاص يعني انجز بقى واخلص، عشان ايه يا دوب ينشف لغايه الصبح. انا بغسله كده وبحطه على بطنه كده في الجنب لغايه ما تتصفى فيه طبعا منه الميه، يعني عشان خاطر السندوتشات وكده. طبعا انت لو عندك فوطه حلوه، لو عندك مناديل ممكن تنشفي بيها. انا بس بحب ان انا انشف كده بصراحه، يعني بحس ان الفوط مش زي ان انتي تنشفيها كده، مش عارفه احساسي كده يعني. المهم هنا كده كنت خلصت اللانش بوكس بتاع انوش وادي بتاع محمد. وهما في انا اللانش بوكس ده عاجبني، هو كبير وحلو كده. بس في الوانه مش كلها حلوه، يعني اللون الاسود والاحمر واللبني بس اللي كان فيه منهم. ما كانش فيه منه الالوان الحلوه دي. فندمت بصراحه اني جبته، يعني لان الالوان مطلوبة يعني للأطفال إن يبقى فيه ألوان حلوة مش أسود. فندمت إن أنا جبت اللون الأسود لمحمد. هنا بقى بصوا، أنا متعودة إن أنا مغسلش الديب فريزر كله، لأن بصراحة تعب إن أنا أطلع كل اللي في الديب فريزر وأدخله تاني. فبعمل إيه، بغسل واحدة واحدة زي كده. فغسلته ونشفته، وحطيت فيه إيه، حطيت فيه اللي هو الجوافة دي كلها. يعني ده الضرفة دي كنت مخليها للجوافة. ولو اي فاكهة تاني مثلا جت، او مثلا سندوتشات فينو كده، بحطها في نفس الرف ده. شايفين؟ هو ده نظامي في غسيل الديب فريزر، عشان كده حتى عمري ما غسلت معاكم الديب فريزر او كده، لاني بغسله كده. بصوا، بدور كنت بشوف اذا كانت فيها حاجه ولا لا. بقيت شاكه في كل الجوافه، انتوا متخيلين؟ يلا الحمد لله. هنا بقى بصوا نظامي ازاي بقى في غسيل البوتاجاز. انا غسلته، بس قلت بقى قبل ما اغسله ادي فم تاني للحوض. شايفين ده كله؟ يعني انا غسلته في الاول، وبعد كده بعد المواعين، وادي دلوقتي. وكل كنت ما بعمل حاجة يعني كنت بغسله، حتى بعد البطاطا يعني. فده كله طبعا اكيد بتاع اللحمة، او اللي بيفرموا لحمة، او اللي في المصنع مش هيعملوا زي كده يعني. فحاولوا على قد ما تقدروا انكم انتوا ما تشتروش لحمة مفرومة جاهزة. ولو انتوا ما عندكوش مثلا المفرومة دي، لا عادي، في ناس بتروح عند واحد يكون قدامها، يعني انت شايفاه غسل اللحمة، شايفاه نقيتي اللحمة بنفسك، اصلا شفتي اللحمة ايه اللي انت هتاخديها. في ناس في محلات كده يعني في مصر وكده. فياريت ده يكون اضمن كمان من اللي هو المصانع وكده. المهم هنا بصوا بقى، انا بحب اغسل البوتاجاز، او حوامل البوتاجاز قصدي، وهي وعليها كده بحس ان انا بعرف اتحكم فيها اكتر. بس بغسلها تاني يعني تحت الحوض وكده، يعني بجيبهم التلاتة كده وافضل في الجنب ومن ورا وكده. بس هنا عشان ببقى اكتر متحكمة فيهم، وهم على الوش كده ببقى شايفة كل حاجة قصادي. وبعد كده بغسل ايه بقى، بغسل الحيطة، وبغسل ايه البوتاجاز نفسه. طبعا انا بغسله دلوقتي مش الغسيل اللي هو، انتوا عارفين ان هو الغسيل البوتاجاز نفسه لما بيكون بتطلعي فيه كل حاجة وكده، ده ليه غسلة لوحده يعني، هبقى اغسلها معاكم يعني. بس انا بحاول ان انا ما اضغطش على نفسي، لان البوتاجاز مهما كان انتي كل شويه هيتوسخ. يعني انا ما فيش عملت العشاء ليهم، ما كملش ساعة اصلا عملت العشاء وكان اتوسخ. اهو كده غسلت الحيطة ونشفتها، وادي عملت البوتاجاز. والحيطان اللي احنا عملناها بنحاول ان احنا نحافظ عليها على قد ما نقدر. آم، اهو شايفين ازاي؟ طبعا هو بينضف، بس اقصد النظافة بتاعته، يعني اللي هو مثلا لو في بقعة مش راضية تطلع، الحاجات دي بتبقى عايزة مجهود وكده. انا عارفة برضو ان في ناس كتير هاتي اللي هو، يعني اللي هو الباور مثلا، او الاستريس ده، او الانواع كلها بتاعت المنظفات. انا يا جماعه بحاول اخفف على قد ما اقدر من المنظفات دي. يعني انا شويه شويه هعمل، هتشوفوا يعني انا هعمل معاكم ايه اصلا، عشان مش عايزه اقول، عشان الوقت بياخد معايا وقت. وبعد كده لان انا بدرسها، يعني بحاول ان انا ادرس المواضيع دي، وبعد كده
يعني باحس إن أنا باطوّل عليكم أوي، فمش عايزة أقول، بس أنتم هتعرفوا أنا إيه اللي أنا ناوية أعمله قدّام يعني، هتشوفوا بنفسكم. هنا بقى عملت لهم عصير عشان يشربوا، بُصّوا حطيت اللي في النُص شايفين؟ عشان كده الدنيا كده رايقة قدّامي، يعني أنا مشغولة وعندي حاجات كتير، بس والله كانت الدنيا رايقة ليه؟ لإن مش بنخلّي حاجة أنتم شايفين مش يعني بنغسل قصدي المواعين أول بأول، الحوض نضيف أول بأول، فعشان كده كل حاجة إيه، حلوة. بصوا بقى اللحمة اديني هو ده اللي بقولكوا عليه، شايفين انا بغسلها ازاي؟ وكمان يعني عارفة مثلا ايه اللي انا حطاه؟ لحمة يعني. معلش يعني انتوا هتشوفوا اصلا ده اللحمة دي يعتبر 2 كيلو او 2 كيلو حاجة. تمام. وكان فيها حتة عظم يعني حتتين كده عظم، فانا طلعتهم. تمام. انا قطعت، هو انا جبت محمد ابني وقلت له يمسك معايا وقطعتها حتت عشان هعملها في المفرمة بتاعتي. شايفين قد ايه؟ ماشي. يعني هي دي قوله 2 كيلو او 2 كيلو وحاجة كده، مش هتقل بس عن كده. اديني فرمت اهو اللحمة قدامكم بعد ما غسلتها كويس، وشايفين الدنيا نظيفة ازاي وكده، وهتشوفوا الكمية اللي انا هطلعها، فهتستغربوا يعني لما بتروح تشتروا الحاجة جاهزة بصراحة ما بيطلعش الكمية دي. شوفوا يعني لو كانت اكتر فهي امر مشكوك فيه، طب لو كانت اقل فمعرفش بقى، يعني انتوا شوفوا. لو كانت هي ما اعرفش، انتوا هتشوفوا بنفسكم وهتحكموا وهتقولوا وهتفكروا يعني هتقولوا لا. طيب شوفوا هي كام 2 كيلو طلعوا منها قد ايه، واحنا بنشتري الربع كيلو زي كده. يعني الربع، انا جوزي اشترى ربع كيلو جاهز قد اللي انا طلعته ده. يعني قد نص كيلو لحمة، انتوا متخيلين؟ فطيب هما زودوا ايه؟ وانا على فكرة برضو حطيت اهو شايفين، حطيت ليا لان انا عندي من العيد عندي من لا في ليا مقطعاها حتت ومجهزاها عشان لما اجي افرم لحمة. فاديني قدامكم وشايفين طبعا انا بنضف ازاي، وشايفين انا ايدي في ايه، وشايفين انا بعمل ايه. شايفين؟ فده كله ده المفروض تسألوا عليه وتشوفوه وتفهموا ان اللحمة دي بالذات عايزة نظافة. فلما هتيجي انت تشتري لحمة جاهزة مفرومة، لازم تكوني متأكدة. طب ازاي هتتأكدي؟ حتى لو شركات معروفة على فكرة، ازاي هتتأكدي؟ هتروحي المصنع نفسه؟ ما اظنش. المهم انا هنا كده اهو طلع معايا كيس بعد طبعا ما عملت بايدي، شايفين انا ازاي عملت بايدي؟ وايدي طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين اهو انا عماله اغسلها كل شويه بغسلها. الميه فيها اصلا اهو. طلعوا كيسين، متخيلين؟ طلعوا كيسين، وفي اللي هو الجزء اللي هو فاضل ده اللي فيه العظم ده قلت هحطه طبعا على اي لحمه تانية عندي، فاهمين؟ اهو شايفين؟ دول بس اللي طلعوا معايا. المهم انتوا بقى شوفوا واستشيروا قلبكم وفكروا. هنا برضو غسلت اهو، بنغسل اول باول، وهتشوفوا المفرمة انا ازاي بغسلها. يعني حاجة مضمونة طبعا. ما بقولكوش اشتروا مفرمة، لان المفرمة دلوقتي غالية. انا لما اشتريتها بصراحة اشتريتها رخيصة جدا، كانت بكام؟ 700. انتوا متخيلين؟ ب700 حاجة زي كده او ب900، مش فاكرة. المهم يعني كانت رخيصة في الحدود دي. فدلوقتي طبعا الحاجات دي غالية جدا جدا. فانا مش بقول لكم كده، انا بس بقول لكم اني لما تشتروا لحمة تاخدوا بالكم يعني. تشوفوا لو في حد عندكم بيفرم لحمة قدام عينيكم يكون احسن وافضل. انا ليكم انتوا والله، يعني دي نيتي يعني. اللي مرضتهوش انا لنفسي فبقوله لكم، فاهمين؟ اللي انا حاولت ان انا اوصله لكم يعني. اللي انا مرضتهوش لنفسي ولاولادي. انا ما مرضتش بصراحه باللحمه اللي جابها جاهزه، مش عارفه ليه شكيت فيها، حتى لونها غريب على فكره، مش عارفه يعني. ممكن تكون الشركه، براحتكم يعني. كل واحد ممكن يقول لي لا دي الشركه اللي انت استخدمتي اللي انت جبتيها، ممكن. هنا بقى نضفت اهو، بنضف عشان لازم نحافظ على اجهزتنا، لان دلوقتي كل حاجه غاليه يعني. اللي جاب حاجه يحافظ عليها. والله عارفين كنت ناويه اغير البوتاجاز وكده، ان شاء الله هغيره لما ربنا يكرمني وكده. بس يعني دلوقتي برضو خلاص بقيت مقتنعه بيه، مع اني الاول كنت بقول لا لازم اغيره قريب ومش عارفه ايه وعشان هو بايظ لكن دلوقتي لا. بتأقلم يعني، بحاول اتأقلم مع مطبخي، بحاول اتأقلم مع بوتاجازي. وربنا يكرمنا ونغير ونجيب وكده. بس دلوقتي الدنيا بقت
يعني زي ما انتوا شايفين قدامكم، ان شاء الله اللي جاي خير. انا قلت ان شاء الله اللي جاي خير. فمش عايزه اغير كلامي ابدا، مهما حصل مش هغير كلامي، انا واثقه في ربنا. اهو كده كنسنا الارض عشان يبقى كل حاجه نظيفه زي ما انتوا عارفين. احنا اول باول بنكنس بنغسل المواعين، وحوضنا نضيف، وبوتاجازنا غسلناه، وخلصنا اللحمه وخلينا وشلنا كل حاجه كده مكانها. وادي المطبخ شايفين، ده سكر ده لسه، وده البراد اللي بنعمل فيه الشاي، وادي كل حاجه اهو الحاجات مغسوله. وادي الحوض بيلمع وبيبرق. كده بكون خلصت معاكم الفيديو. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم على خير. باي باي يا حبايب قلبي.